ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لأول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على قناتي، وتعملوا مشاركة للفيديو. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل العزيزية أو المكرونة باللبن زي ما بتسموها في أي بلد عندكم. هنعرف طريقة أسرارها وازاي تكون معانا باللون اللي انتوا شايفينه ده زي المحلات بالظبط، ونفس القوام الكريمي زي ما بنشتريها من أكبر محلات الحلواني. هتعرفي كل أسرارها في الفيديو ده. شايفين ما شاء الله قد ايه لونها موحد وزي الجاهزة بالظبط. عندنا رتل ونص من الحليب ويكون كامل الدسم. هنرفعهم على النار. أول لما الحليب بتاعي هيغلي هنزل ب3/4 كوب من الشعرية، وده أول سر علشان تكون معاكي زي الجاهزة بالظبط. نزلنا ب3/4 كوب الشعرية. هنقلب على طول علشان الشعرية ما تبدأش ان هي تكتل معايا. وبعد كده هنزل بربع معلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة كبيرة من السمنة. طبعا اللبن هيبدأ ان هو يغلي معايا، هبدأ اهد عليه النار خالص، وهبدأ استمر في التقليب لحد ما الشعرية تستوي معايا. بعد كده عندنا 3 معالق كبيرة من النشا، هنحط عليهم نص كوب من الماء وهنقلبهم مع بعض. هنحطهم على جنب وهننزل بنص كوب سكر او 3/4 كوب من السكر على حسب ذوقك في السكر. كده بدأت ان الشعرية تستوي معايا. هبدأ انزل بالنشا والماء اللي انا قلبتهم مع بعض. طبعا مش هنزل مرة واحدة، هنزل بحبة وهقلب وهرجع انزل تاني بباقي الكمية، وهقلب على طول علشان ما تبدأش ان هي تكتل معايا زي ما انتوا شايفين كده. والنار بتاعتي بتكون هادية. ده كده سمك العزيزية او المكرونة باللبن. زي ما انتوا شايفين هتحسوا ان القوام خفيف، لا هو مش بيكون خفيف، هو ده القوام المظبوط علشان تكون معاكي نفس الجاهزة بالظبط. هسيبها تغلي غلوتين 3. هحضر صينية مقاس 30 وهبطنها كويس جدا بالسمنة. انزل بخليط المكرونة او العزيزية زي ما انتوا شايفين. طبعا مش هحرك الصينية خالص علشان تبدأ ان هي تعمل معايا طبقة على الوش زي الجاهزة بالظبط. هسيبها تبرد تماما لحد 3 ساعات او 4 ساعات. زي ما انتوا شايفين بعد ما بردت هجيب معلقة كبيرة من عسل النحل او الشربات التقيل على معلقة كبيرة من السمنة السايحة، وده تاني سر علشان تكون معانا باللون الموحد اللي انتوا شايفينه ده، وتعمل معانا الطبقة اللي على الوش زي ما انتوا شايفين كده شكل العزيزية او المكرونة باللبن في اول الفيديو. هدهن كده الوش كويس. وطبعا انا مشغلة الفرن قبلها بربع ساعة على حرارة 180. بدخل الصينية في الرف اللي في النص. اول لما بتاخد لون ذهبي من تحت بشغل عليها الشواية على الهادي على نفس الرف، وبفضل اللي انا الف في الصينية لحد ما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. شايفين ما شاء الله شكل العزيزية او المكرونة باللبن؟ ما شاء الله قد ايه طعمها كريمي وحلوة قوي. هتعملوها بمقادير سهلة وبسيطة زي ما انتوا شايفين ما شاء الله شكلها. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو.